ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا جدا. بقالي كتير جدا ما عملتش فيديوهات، وبجد انا كان نفسي اعمل لكم الفيديو بتاع الاير فراير دي لان حبيتها قوي. آه بصوا الديزاين بتاعها تحفة، مش ضخمة. يعني اي كورنر صغير كده تتحط فيه وهتبقى حلوة قوي. كمان اكتر حاجات عجبتني فيها هكلمكم عنها، بس قبل ما اكلمكم عنها عايزه اقول لكم على الاير فراير بتاعت كينول. يا جماعه، ناس كتير جدا داخله تقول لي ان هي حلوه في التسويه وحلوه واستعملتها وكويسه وكده. ماشي، انتوا عجبتكم، في ناس تانية برضو بتتكلم عن عيوب فيها ومش عجباهم، وانا ما حبيتهاش. مش معنى ان انا ما حبيتهاش ان هي تبقى وحشه معاكم او مش عاجباكم انتوا، هي دي اراء بتختلف من واحد للتاني. فانا ما عنديش اي مشكله ان هي تبقى عاجبه حد. انا ما استعملتهاش كتسويه، انا كل اللي شفتها خارجيا وشفتها داخليا وما كنتش استعملتها. ما حبيتش الماتيريال بتاعتها. ما حبيتش الباسكت بتاعها ان هو متفتح، يعني فتحات كتير في التنظيف هيبقى مش حلو. ما حبيتش ان هي تبقى من جوه بلاستيك، يعني الحاجات دي كلها انا ما حبيتهاش. انا ما حبيتش ان اللوجو بتاعها يكون بيتمسح. فده رأيي كان فيها، وانا قلت لكم الحاجات اللي ما حبيتهاش فيها وما اتكلمتش عن التسوية خالص. فكل واحد ليه رأيه. انا لما جبتها لقيتها ضخمة، يعني كبيرة وعايزة مكان اوسع. كل الحاجات دي انا ما حبيتهاش. لكن دي عجبتني جدا. وعلى فكرة كينود نازل منها اصدار تاني. نازل بس ما انتشرش قوي، فهو حلو جدا. انا ما شفتوش برضو من الداخل، انا شفته كخارجيا حلو. وممكن يكون هم عدلوا في الاصدار الجديد حاجات كتير من الاصدار القديم. دلوقتي بقى فيليبس تحفة تحفة تحفة. برضو في بلاك اند ديكر حلوة قوي. فيليبس دي بقى يا جماعة انا حبيتها قوي كديزاين وكشكل. يعني حبيت ان انا اتعامل بيها، يعني عجبتني جدا. آه، يعني سبحان الله، في حاجات انت بتجيبيها بترتاحي لها، وحاجات تانية انت من اول ما بتجيبيها ما بترتاحي لهاش. انا بقول رأيي، وكل واحد حر في اختياره. يعني انا مش بقول لكم مثلا كنود وحشة بالنسبة لي فكل الناس ما تجيبهاش، في ناس كتير جابتها وفي ناس كتير بتجيبها. لكن انا بالنسبة لي اللي شفتها في لبس في الساعة بتاعتها حلوة، وكديزاين حلوة، وكبرنامج برضو حلوة جدا. البرامج بتاعتها حلوة قوي. احلى حاجة فيها ان هي ما فيهاش تسخين مسبقا، يعني مش بتسخنيها الاول بعد كده بتبتدي تحطي فيها الاكل. بصوا ده كده اول ما بتيجي العلبة بتفتحيها بتلاقي البرميشن بتاعها بتبقى متغلفة من بره بكيس كده. انا كنت قطعاه، وزي ما انتوا شايفين كده التقفيل بتاعها حلو قوي. كمان هي من جوه، يعني برضو التقفيل حلو. واخدين بالهم جدا ان هي يعني تكون متغلفة تغليف كويس. بصوا بقى يا جماعة، احلى حاجة فيها البرامج زي ما انا كنت بكلمكم، وان هي مش لازم تعملي تايمر معين، يعني زي 20 او 15 دقيقة آه علشان آه يعني تبتدي ان انت تسخنيها الاول بعد كده تحطي فيها الاكل. لا، هي دي بتحطي فيها الاكل دايركت وبتبتدي تسخن. ده شكلها من بره ومن جوه. بصوا بقى، يعني بتاخد مثلا فرخة يعني حجمها يكون وسط، بتاخد فرخة متقطعة حتى لو كبيرة، بتاخد مثلا بطاطس بكمية حلوة، بتاخد سمبوسة برضو بكمية حلوة. واكيد انتوا شفتوا فيديوهات للاير فراير وايه. وانتوا ممكن تحطوا طبقات فوق بعض يعني بطريقة معينة. اللي عاجبني فيها زي ما انتوا شايفين الباسكت، يعني الماتيريال بتاعته تحفة جدا. ما فيهوش الفتحات اللي بتبقى من الجناب، يعني داير ما يدور كده.
فدي بتبقى صعبة جدا في تنظيفها. دي حاجة انا حبيتها جدا فيها، ان هي طريقة توزيع التسخين بتاعتها مش بتعتمد على الفتحات اللي بتبقى يعني من الجناب، هي الفتحات اللي من تحت بس. لان انت لو جيتي تنضفيها يعني من جوه هتبقى سهلة، لكن من الجناب هتبقى صعبة، مرة في مرة هتلاقيها اتقشرت معاكم. دي فكرتي يعني عن التنظيف بتاعها، ان هي تتقشر. ودي طريقة التسخين بتاعتها بتبقى عن طريق نجم البحر بالطريقة دي. فبيبقى التوزيع بتاعها فيها كلها. بصوا من جوه ستيل، ليها زي مغناطيس كده، مجرى يعني بتحطيها بتدخل بسهولة. ده شكل السخان بتاعها من جوه، بجد عجباني جدا. يعني لما فتحتها حسيت ان هي متعوبة عليها، اللي هي عارفين مش اير فراير بقى نازلة في السوق في وسط يعني البراندات بقى، فهي اير فراير بجد يعني وخلاص. لا، وكمان فيليبس من اول البراندات اللي عملت الاير فراير، فبجد التكنيك بتاعهم والتفاصيل واخدين بالها، يعني واخدين بالهم منها جدا جدا. عجبني جدا ان هم مركزين في كل حاجة. كمان كان في اصدار تاني نازل اعلى منها. بصوا يا جماعة، ما بنصحش اي حد يجيبه، هو تحفة، بس يعني فرق السعر ما بينهم كبير جدا، ومش شايفة ان هو ان انت يعني ان هي تستاهل ان انت تدفعي فيها المبلغ ده كله. وهو يعني اقول لكم ايه، سنتي زيادة او 2 سنتي زيادة، يعني ما يعني مش هتحطي كمية الاكل اللي هي اوفر، يعني زيادة اوفر ان انت تزودي المبلغ ان انت مثلا بحق اير فراير تانية. انا كنت يعني مبهورة بشكلها جدا وعجباني، بس برضو لقيتها ضخمة من بره قوي. وال يعني الساعة من جوه مفيش فرق نهائي، يعني حاجة بسيطة لا تذكر. ف اللي هو مثلا 200 جرام، اللي هو يعني، بس انا ما حسيتش كده لما شفتها يعني على الطبيعه، ما حسيتش ان هو 200 جرام بالعكس، انا حسيت ان الباسكت بتاع دي اكبر من الباسكت التاني. ف بنصح اي حد عايز يجيب اير فراير فيليبس بلاك اند ديكر. بلاك اند ديكر تحفه، بس للاسر الصغيره، يعني انت مثلا وجوزك ومعاكي طفل او ولد، يعني او حد واحد تاني، هتبقى حلوه. لكن لو نزل منها ساعة اكبر، متهيالي نزل الفترة دي الساعة الكبيرة، برضو هتبقى حلوة قوي. لان طبعا يعني كل براند بيبان من اول ما بينزل اول اصدار الحاجات بتاعته هتبقى عاملة ازاي. فبنصح اي حد بيها. ويا رب الفيديو يكون عجبكم.